السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل حلا تركي لذيذ جدا. هنعمل المجنوليا التركية. هنعمل حوالي 10 أكواب بأقل من ربع سعرها بره. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. هنبدأ ان احنا نحط الدقيق والنشا والسكر على اللبن ونقلبهم كويس قوي ونحطهم على نار هاديه ونقعد نقلب فيه لغايه ما يبدا ان هو يغلي شويه. هنروح منزلين صفار بيضه، وما تقلقوش الصفار البيضه ده مش هيبان اصلا، لان هي دي مش مهلبيه، هي يعني نوع من انواع الكريمه. مش هيبان خالص صدقوني، ومش هيبقى فيه زفاره خالص. هنقلب الصفار كويس قوي في الخليط ده، وبعد كده هنزود الفانيليا بتاعتنا ونقلب بقى على نار هاديه لغايه ما الخليط بتاعي ده يتقل معايا. اول ما الخليط ده يتقل ممكن ان انتوا تشيلوه من الكازرول دي وتحطوه في بوله وتحطوه في التلاجة، او تسيبوه يهدى براحته، يعني ياخد حرارة الجو. بعد كده هبدأ ان انا اجهز بقية المكونات عندي لغاية ما الخليط يبرد. عندي بسكوت انا مش طحناه لدرجة ان هو يبقى رملة، لا ده انا مكسراه وفي حتت منه كبيرة. وعندي هنا بندق محمصاه على الفرن او على البوتاجاز عادي. وهحطهم على بعض واقلبهم وبس كده. بس صدقوني المكسرات هتفرق جامد قوي في الطعم كمان. وعندي مانجا، ممكن المانجا دي نشيلها نحط بدلها فراولة او موز او اي نوع انتوا حابينه، ممكن كمان شوكولاتة، ممكن اي صوص احنا حابينه. ممكن نستبدل المانجا دي باي حاجة احنا حابينها. هبدأ بقى ان انا اجيب عندي الكريمة تاني اللي انا سايباها. والمفروض ان انا كنت اسيبها اكتر من كده عشان تتقل معايا اكتر. فاحنا المفروض هنسيبها خالص لغايه ما تبرد، يعني في اخر الفيديو هتشوفوا لما كانت، يعني لما بردت تقلت ازاي. هضيف بقى عليها كوبايه كريمه واخلط كويس قوي، وابدا بقى ان انا ارتب الكوبايه بتاعتي. هو انا هنا كنت بصراحه مرتبتش كويس، هتلاقوا ان الكريمه دخلت على المانجا. فاحنا المفروض هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنحط الكريمه، طبقه كريمه الاول، وبعد كده هنروح حاطين طبقه بسكوت نغطي الكريمه دي، وعلى طبقة البسكوت دي هنرتب المانجا او الفراولة او صوص الشوكولاتة. هنحط صوص شوكولاتة او اي حاجة احنا عايزينها هنحطها، وبعد كده هنغطيها الاول ببسكوت تاني كويس قوي، وبعد كده هننزل عليها بخليط الكريمة تاني، وبعد كده على الوش طبقة بسكوت ونظبطها كده بايدينا، وبعد كده هنزينها بقى بمانجا او يعني بالحاجة اللي احنا حاشيناها بيها. بس كده. فاحنا الاول طبقة كريمة، وبعد كده طبقة البسكوت، وبعد كده الطبقة اللي احنا عايزين تبقى بطعمها مانجا، فراولة، شوكولاتة، اي حاجة احنا عايزينها نحطها، وبعد كده بسكوت تاني، وبعد كده طبقة كريمة، وبعد كده طبقة بسكوت عليها التزيين اللي احنا عايزينه. شايفين كريمية قوي ازاي؟ بجد طعمها خطير، وبالذات ميكس المكسرات مع البسكوت حلو قوي. جربوها هتعجبكم جدا، وفعلا في البيت هتبقى اقل كتير من بره حتى بالمكسرات، لان احنا مش عاملين كوباية واحدة، احنا عاملين حوالي 8 او 9 اكواب، وممكن لو الاكواب صغيرة شوية عن كده هتبقى 10. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.